واش ممكن الدارجة المغربية أن تصبح لغة المغاربة بصفة رسمية؟ الجواب هو إيه، ممكن. لأن بزاف ديال اللغات الرسمية حاليا كانت في السابق مجرد دوارج، بحال الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية، ألمانية، إيطالية إلخ. اللغة هي الهوية. هذا الكلام غلط. الهوية ما كتلخش في اللغة فقط. كاينين ناس كيقولوا أن هويتهم بربرية وما كيتكلموش بالبربرية، مثلا عبد الخالق كلاب، مثلا نتينيت. كاع الحضارات القديمة كانت عندهم لغة خاصة بهم. وحتى الشعوب اللي ما كانتش عندها حضارة كانت عندها لغة خاصة بها. كانوا كيتكلموا بالفينيقية والبونيقية. الفينيقية والبونيقية راهم حاجة وحدة، الأولى بالنطق اليوناني والثانية بالنطق الروماني. يمكن بسبب خطأ البعض في قراءة PH اللي عوض ما يقراوها F قراوها P. الأمازيغية اللي عندنا لها آثار في المغرب اللي كترجع لأكثر من 1000 سنة قبل الميلاد، قبل ما تكون شي حاجة سميتها الإمبراطورية الرومانية ولا الفينيقيين في شمال إفريقيا بين قوسين. الأمازيغية اللي كتعتبر لغة حية واللي حاضرة إلى يومنا هذا، عكس باقي لغات الحضارات القديمة اللي كلها ماتت. المهم ماشي هو أن لغتك تكون قديمة، المهم هو أنك تكون صنعتي حضارة. الفينيقيين والرومان صنعوا حضارات، والبربر ما صنعوا والو. إذن قيمة الفينيقيين والرومان أعلى بكثير من قيمة البربر. اللغة الإيطالية اللي استخرجوها من اللغة اللاتينية، وأصلا اللغة اللاتينية كانوا كيعتبروها لغة دينية، كيف ما جدودنا كانوا كيعتبروا اللغة العربية لغة دينية. نهار اللغة العربية وصلت للمغرب فكانت بالنسبة للمغاربة لغة دينية. هذا الكلام ماشي صحيح. كون كانوا كيعتبروها لغة دينية كون كاع ما يستعملوها في الآداب والعلوم الدنيوية. وإلا سولنا المغاربة قلنا لهم اشنا هي اللغة ديالكم الأم، يقدروا ما يعرفوش الجواب. يقدر يقول لك اللغة العربية هي اللغة الأم ديالي، ولكن جواب خطأ. كلامك انت اللي خطأ. لغتهم الأم فعلا هي العربية. اللغات كتنسب للشعوب أو للمناطق الجغرافية. واش كاين شي شعب سميتو دارج؟ واش كاينه شي منطقة اسمها دارج؟ اللغة الأم هي الدارجة المغربية عند أغلبية المغاربة. هذا هو كلام الناس العاميين اللي ما عارفين والو في علم اللغات. علاش الاسم هو الدارجة المغربية أو اللهجة المغربية أو العامية المغربية؟ علاش ماشي اللغة المغربية؟ بحال اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية واللغة الإيطالية واللغة الروسية واللغة اليابانية واللغة الإنجليزية واللغة البرتغالية واللغة اليونانية إلى آخره. علاش كنسمعوا أيضا الدارجة السعودية أو اللهجة السعودية أو العامية السعودية؟ علاش الناس في جميع الدول العربية كيسميو كلامهم إما دارجة أو لهجة أو عامية؟ مثال باش تفهمي، الفرنسي باش يفهم الإيطالي لازم يدرس اللغة الإيطالية لعدة سنوات. هذا هو السبب اللي كيجعل الفرنسية لغة والإيطالية لغة أخرى. المغاربة تعلموا اللهجة المصرية بواسطة الأفلام فقط في الأربعينيات من القرن الماضي، بالرغم من أن أغلبيتهم كانوا أميين. هذا معناه أن المصرية والمغربية ما هما إلا لهجات من نفس اللغة واللي هي اللغة العربية. إذن اللي كيتكلم بالدارجة المغربية لغته الأم هي اللغة العربية، بحال السعودي والعراقي والسوري والمصري إلى آخره. أما اللغة العربية فهي لغة مكتسبة. خطأ مرة أخرى. بالنسبة للي أول ما تكلم بالدارجة المغربية
العربية ماشي مكتسبة، لأن الدارجة المغربية لهجة من لهجات العربية. اللي كنكتسبوها في المدرسة هي الفصحى، يعني الشكل الأرقى من أشكال اللغة العربية. وطبعا اللغة العربية عندها مكانة خاصة عند المغاربة، حيث كتبقى اللغة ديال القرآن الكريم، لغة دينية، لغة الدين ديالنا. خطأ مرة أخرى. واش أشعار ابن زيدون ومقدمة ابن خلدون وكتب الرياضيات وكتب الطب وحتى كتب الطبخ اللي ألفوها العرب بالفصحى واش هي كتب دينية؟ واش أحمد عصيد اللي كل فيديوهاته بالفصحى واش شيخ من شيوخ الأزهر؟ كل منطقة في المغرب عندها اللهجة ديالها. إذن حسب التخاريف ديالك لازم اللهجة ديال كل منطقة تولي رسمية. يعني الدارجة المغربية وتحت منها بزاف ديال اللهجات. هادشي اللي قلتي كون خدمتي عقلك كون فهمتي راسك الكلام اللي قلت لك من قبل. الدارجة المغربية وتحت منها بزاف ديال اللهجات بحال اللغة العربية وتحت منها بزاف ديال اللهجات. تاني حاجة، الدارجة المغربية غنية بالمفردات والمصطلحات. خطأ عاوتاني. كون كانت غنية كون كاع ما كناخدو العديد من الكلمات من الفرنسية: امبيلونس، اسبيراتور، بيدون، كلينيك، الكترونيك، انفورماتيك، فارماسي، اتسيتيرا. عندنا مصطلحات اللي ذو أصول أمازيغية. خطأ عاوتاني. العربية الدارجة المغربية خالية تماما من الكلمات ذات الأصل البربري. البربرية عبارة عن لهجات ضعيفة جدا، واللهجات الضعيفة ما كتأثرش. أنا تصنت ليك مزيان، ويمكن نقول ليك أن كل الكلمات اللي قلتيها حتى لحد الآن كلها كلمات عربية بدون استثناء، وكل كلمة كتلقى عندها بزاف ديال المفردات. كل كلمة عندها بزاف ديال المفردات. وراء الكلمات والمفردات حاجة وحدة، وقيل تخلطوا ليك المرادفات مع المفردات. لدرجة الفرنسيين وأوروبيين آخرين كانوا كتبوا قاموس ديال الدارجة المغربية. كتابة قاموس ما كتدلش على القوة. ثالث حاجة، الدارجة المغربية عندها نظام نحوي خاص بها. ها خطأ جسيم آخر. النظام النحوي ديال الدارجة المغربية شبيه بالنظام النحوي في الفصحى وخصوصا في باقي الدوارج العربية اللي ممكن تحتاجها أي لغة رسمية. وبحال الفرنسية حتى حنا عندنا لا لونغ فاميلي سوتوني كورون. بحال مثلا عندنا لغة زنقاوية شعبوية كتهضر بها غير في الزنقة، غير ما بين الأصدقاء. عندنا لغة كتهضر بها في المدرسة. وإلا بغينا مستوى أرقى من هادشي كامل عندنا الفصحى. رابع حاجة، الدارجة المغربية كتستعمل في الفن والآداب. عندنا مسرحيات بالدارجة المغربية، أغاني بالدارجة المغربية، الشعر بالدارجة المغربية. ولكن مسرحية بالدارجة طير حتى تعيا ما توصلش مستوى مسرحية بالفصحى. جيبي أجهد شعر بالدارجة وقارنيه مع أأنت أم الأوهام توحي لخاطري بأنك ترعاني وبأنك زائري، فيا فرحة فاضت ويا نشوة سرت ويا عودة ردت إلي بشائري. وخامس حاجة واللي هي حاجة مهمة هو التطور ديال الدارجة المغربية. التطور السلبي مثلا والتشريح، تشويه نطق التاء اللي غادي وكينتشر، والكلمات اللي كانت تعيب ولاو الدراري كينعتو بها صحابهم وحتى واحد فيهم ما كيتقلق منها. كيف ما كتلاحظوا فكل عام كيتزادوا مصطلحات جديدة في الدارجة المغربية. ممكن الشباب المغربي كيخترعها. تبارك الله، الشباب المغربي المثقف بالمقلوب
ما فيهم حتى واحد كيقرا ولو سطر واحد من كتاب في عام كامل. ممكن كتزاد مع الأغاني مع الراب مثلا. الراب كيطور اللغات، العجب. وللأسف هاد الكلمات الجداد كيتسرقوا من طرف الكراغلة. إلا كان أخذ كلمات من لهجة أو لغة أخرى سرقة، إذا الكلمات الفرنسية اللي في لهجتنا مسروقة. بحال كلمة لالا، مولاي، ماشي غير الكراغلة اللي حدانا اللي سرقوهم، ولكن حتى الكراغلة اللي حداهم من الليل، الكراغلة رقم 2. لالا ومولاي كلمتان عربيتان، إلا كان استعمالهم شائع في منطقة ما، هذا ما كيعنيش أنهما ماركة مسجلة لتلك المنطقة. واش ما عمرك سمعتي ابتهال مولاي إني ببابك للنقشبندي؟ قولي حتى المصريين سرقوها وهما أصلا ما منفتحينش على اللهجة المغربية. يعني أنا كنشوف أنه الدارجة وصل الوقت ولا واجب ديالنا أننا نحافظوا عليها، وكونوا على يقين كون كانت الدارجة المغربية مرسمة وهي اللغة الرسمية ديال المغاربة، فما كناش غادي نطيحوا في السرقات الكرغولية ديال التراث ديالنا. كنا غادي نلقاو كطالبي بترسيم اللهجة ديال الخريبكة. واللي بغى يفهم اكثر في اصل الدارجه المغربيه وكيفاش طورات ومستقبل ديال الدارجه المغربيه ومستقبل ديال اللغه الامازيغيه، فكنصحكم بالدكتور عبد الله الحلوي اللي مختص في علم اللسانيات. كلام عبد الله الحلوي كلام غير علمي. عبد الله الحلوي مثلك تماما، يريد أن ينسب للبربر كل شيء وبدون تقديم أي دليل. اش من حروف غادي نستعملوا باش نرسلوا الدارجه المغربيه؟ واش غادي نستعملوا الحروف الامازيغيه التيفيناغ ولا الحروف العربيه ولا الحروف اللاتينيه؟ هكا هاد الصدمة. تيفيناغ حتى هي أصلها من المشرق الأخت، والحروف اللاتينية أيضا. ونزيدك حتى الأرقام اللي كيستعملها العالم كله أرقام عربية. طيروا حتى تعياو وغتلقاو راسكم باقيين في المشرق. فمثلا تركيا كانوا كيتكلموا بالتركيه اللي هي اصلا خليط ما بين اللغات بلا ما ندخلوا في التفاصيل، وكيكتبوا بالحروف العربيه ولا الفارسيه. ما كايناش الحروف الفارسية، الفرس كيكتبوا بالحروف العربية، زادوا فقط بعض النقاط باش يتمكنوا من كتابة بعض الأصوات اللي ما كايناش في العربية. أتاتورك كان كيحساب ليه أن تخلف بلادو سبب الحروف باش كيكتبوا، وأنه إلا استعمل الحروف اللاتينية الأتراك غاديين يتقدموا. العرب بالحروف العربية تمكنوا من قيادة العالم في القرون الوسطى. الشينوا واليابان حاليا في قمة التقدم الصناعي، والخط اللي كيستعملوا هو الخط الأكثر صعوبة في التعلم. وما نساوش باللي بالتوسع المغربي شعوب اخرى تاثرت بالدارجه المغربيه، كمثال الاندلسيين. الدارجة تكلموا بها الأندلسيين قبل ما يتكلموا بها المغاربة. وسكان مالطا، المالطية أصلها من الدارجة التونسية. والكراغلة طبعا. الجزائريين عندهم لهجتهم الخاصة بهم، وقربها من اللهجة المغربية ماشي بسبب النقل، إنما بسبب الأصل الواحد. صلحي نفسك شوية، تصرفاتك راها تصرفات مغرقة في الشوفينية.